عارف انك بنسبه 99.9 ما ينفعش تبقى سواق فورمولا 1 ولا انا يعني. سواقين الفورمولا 1 هم بني ادمين مميزين جدا. سرعه رد فعل سواق الفورمولا 1 حوالي 200 مللي ثانيه، ده قريب من رده فعل القطط اللي بيخليها ما تتعضش بالتعبين. ودواسه البنزين بتاعت عربيه الفورمولا 1 بتحتاج حوالي 100 كيلو من الضغط عشان توقف العربيه، وانت معلش يعني مش قادر تقف. وفي الفرامل السواق بيتعرض لضغط حوالي 5 جي، ده كانك جبت 5 من ناصر وحطيتهم فوق دماغك. وكمان سواقين الفورمولا 1 عندهم واحده من اقوى الرقبات بين الرياضيين، هم وبتوع البوكس، وبيعرضوا رقبتهم لتمارين قويه جدا اثناء التمرين عشان تستحمل الضغط اللي عليها في السباق. وفي السباق درجه حراره العربيه ممكن توصل ل 60 درجه مئويه، ده كانك بتقليهم على نار هاديه. عشان كده السواق بيفقد من 2 ل 4 كيلو من وزنه كل سباق. بس طبعا عشان تبقى فاهم كويس، دي بتبقى سوائل، فلما بيشرب يرجعوا تاني. وضربات قلب سواق الفورمولا 1 بتروح ما بين ال 170 لل 180 في خلال السباق، والطبيعي من 90 ل 110، يعني انت بتتكلم في الضعف. وكمان في خطر كبير جدا على ارواح السواقين دول في كل سباق. في ناس منهم طلعت من قلب النار حرفيا، وبفضل ربنا اولا والبدل المضاده للاحتراق اللي بيلبسوها بيطلعوا من وسط النار دي باعجوبه.